تاج على نسمة ومحمد دقدوق. منعرفكن على نسمة محجوب، 21 سنة من مصر، صبية ناضجة ومستقلة، تدرس صحافة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى الموسيقى والمسرح. علاقة نسمة بالفن قصة طويلة. بلشت نسمة بالغناء من عمر 10 سنين، تتمتع بخامة صوت مميزة بتخولها الغناء على طبقة عالية. ونمت نسمة موهبتها من خلال التمارين الصوتية ودروس الأوبرا. إضافة إلى كل هالشي عندها نسمة باند خاص فيها. إذا نسمة وصلت لهالدرجة من الاحتراف فالفضل بيعود لأهلها اللي شجعوا موهبتها وما قصروا معها بشي. علمتها النوتة وعلمتها البيانو، تسافر ألمانيا حاضر، تاخد كورس معرفش في اليونان حاضر. راحت كل الدول، خدت جميع الكورسات اللي هي عايزاها. غنت بدار الأوبرا، غنت لمصر. عاش الجندي يوم ما حطم شوكة الاستعمار، كان عنوانه النصر الثوري في كل بلد أحرار. نسمة بتملك الموهبة، الثقافة والصوت الجميل، وما ناقصها غير شغلة وحدة وهي ستار أكاديمي. محمد دقدوق 24 سنة من سوريا، بيدرس ماس ميديا لكنه بيعشق الموسيقى. محمد بيعزف جيتار وبيانو وعود، وأهم شي عنده صوته القوي والمميز. ابتسم هدي أعصابك، أهل محمد بيملكوا مزرعة بيمارس فيها محمد هوايته اللي بيحبها، الصيد. إلى جانب الصيد والموسيقى محمد بيمارس رياضة الكيك بوكسينج. اليوم محمد حامل صوته وموهبته وجاي يتحدى، جاي يكسر الأرض.